ليله الوقفه. بالظبط كان ليله الوقفه، بس هو مش ليله الوقفه بس، يعني هو كل يوم سبت مشاهدينا تستطيعوا ان انتم تستمتعوا بحدث وتظاهره ثقافيه اسمها الفن ميدان. السبت الاول من كل شهر، نحفظ التاريخ ده، السبت الاول من كل شهر في ميدان عابدين ائتلاف الثقافه المستقله بتنظم حدث او تظاهره ثقافيه عنوانها الفن ميدان. ومعانا تقرير كده صغنطوط هتشوفوه ونرجع لحضراتكم عشان نبتدي الحوار في هذه الحلقه. وزي ما قلنا الاحتفال والاحتفاء بشاعر العاميه المصري الكبير الاستاذ فؤاد حداد من خلال استضافه 2 من شعراء العاميه المصريه الشباب، سالم الشهباني وفريد طه. هتشوفوا التقرير ونرجع لحضراتكم مره اخرى. منتظرينكم. قصة مبادرة فنية مصرية دي هي قصتها ان احنا شاركنا في ثورة 25 يناير. بعد ما شاركنا اتفقنا ان احنا نفضل اصحاب ونعمل اعمال خيرية تخدم المجتمع المصري. اتفقنا ان مصر في مرحلة البناء، ان لازم كل شاب مصري في الفترة دي يبقى ليه عمل تطوعي خيري، وفي نفس الوقت نخدم السياحة في بلدنا، بما اننا احنا دارسين فن ودارسين تاريخ فنون وكده يعني. احنا النهارده دي ثالث مرة نشارك فيها في الفن الميدان. الميزه فيها ان هو احتكاك ما بين الفن والجمهور. طلعنا الفن بتاعنا من قاعات العرض ونزلناه للميادين وللشوارع. احنا النهارده بنسجل اكبر جداريه للشهداء، شهداء 25 يناير، ودي اول جداريه تتعمل. احنا بنقول للناس ان احنا فاكرين الشهداء ومش ناسيينهم، وان احنا لازم الناس دي تتوثق، ولازم الناس دي نفضل فاكرينهم. يعني جينا النهارده علشان خاطر دي ليله العيد، وجينا بدنا عابدين نعمل حاجه، واليوم النهارده مميز، فعملنا جداريه عن الشهداء بتوع 25 يناير. الجداريه دي جزء من جداريه كبيره هتبقى 40 متر ان شاء الله، وهتتعرض ان شاء الله في ميدان كبير. نشاطنا في المبادرة، هو فكرة المبادرة ان هي قايمة ان احنا نخدم البلد بالطاقة والامكانيات الموجودة معانا. فاحنا يعني كمجموعة شباب الفكرة كويسة ان احنا بعد ما طلعنا من الثورة احنا عايزين الانجازات تستمر، عايزين نعمل حاجات كويسة كتير اكتر، مش يبقى مجرد بس ان احنا مجرد ناس تتظاهر في الميدان بس، لا، لازم يكون لنا دور فعال وايجابي. فاحنا كمجموعه شباب احنا بنحاول ناكد على ده، وبنحاول ان احنا نعمل حاجات كتير زي النهارده بنيجي ونرسم ونحتك بالجمهور، بنعمل تصوير فوتوغرافي عشان خاطر ننشط السياحه، عشان خاطر المصريين يعرفوا الاثار الموجوده في بلدنا ايه، المصريين نفسهم قبل الاجانب، علشان ما ينفعش الاجنبي يبقى جاي وعارف كل حاجه عن مصر، وانت كمصري مش عارف اي حاجه عن بلدك. جيت النهارده عشان المفروض كنت اعمل لوحه بمقاس كبير وكده، وانا بحب التفاعل مع الناس، و بحب الفن ميدان. والفن ميدان هو رساله، انا شايف ان هي رساله جميله، التوعيه والثقافه، وان احنا نبقى على وعي، وان احنا يبقى عندنا ميدان زي ميدان عابدين وتاريخنا وتراثنا، وان احنا نتعامل بالالوان وبالمزيكا. انا شايف ان ده من ارقى الحاجات اللي في الدنيا. يعني هي يعني إنسانية وجميلة في نفس الوقت. أنا كنت يعني بتعامل مع صديقة هنا إن أنا رسمت كام بورتريه كده بسرعة، سكتش سريع، يعني بحاول أخد الملامح بسرعة، وده يعني بيصنع بهجة أو تفاعل مع الناس اللي هي بتيجي زيارة في المكان. وفي نفس الوقت كمان يعني فيها جزء من الحرية ومن الفرحة إن إحنا ده في بلدنا، ده ما كناش متعودين عليه، ما كناش بنشوفه، ما حدث زي ده ما كنتش اتخيل ان هو يكون موجود، وان هو يتنسق كل شهر بالامكانيات دي وكم من الناس دي. ده حاجه جميله.
مجموعة من الشباب اللي بتحب مصر قررت ان هي ما تبقاش مكتوفة الايدي،